مساء الخير يا أصحابي. النهاردة في تطور مؤسف ومحزن، وللأسف يعني خبر مؤسف ومحزن إن الوضع تطور بهذا الشكل في قضية الدكتورة نوال الدجوي. فاكرين لما حدثت سرقة واتهام من الجدة الدكتورة نوال الدجوي لأحد أحفادها الدكتور أحمد شريف الدجوي، إنه تمت سرقة من بيتها 3 مليون دولار و50 مليون جنيه و350 ألف استرليني و15 كيلو ذهب، يعني تقريبا 300 مليون جنيه إجمالي المسروقات. في تطور مفاجئ النهاردة إن الدكتور أحمد الدجوي وجد مقتولا أو منتحرا في بيته. الله أعلم إيه اللي حصل. في قنوات بتقول إنه أنهى حياته، وفي قنوات بتقول إن في طلق ناري في الوجه وقد يكون مقتولا مش أنهى حياته، وإن الشرطة طبعا تحفظت على الجثة ونقلت الجثة للطبيب الشرعي، وبعد كده تحفظوا على زوجته. وطبعا حاليا للأسف كل القنوات طلعت الخبر مقتل الدكتور أحمد الدجوي حفيد دكتورة نوال الدجوي المتهم بقضية سرقة منزلها من تقريبا أسبوع. لو انتوا فاكرين أنا عملت فيديو عن الموضوع ده شرحت فيه مين هي الدكتورة نوال وإيه حكاية السرقة اللي تمت في بيتها، لأن وقائع السرقة كانت يعني اتقال كتير قوي إن المبالغ فظيعة وذهب واسترليني ودولارات، ومفيش حد بيشيل في بيته كل المبالغ دي. فأنا عملت فيديو روحوا شوفوه بحكي فيه عن الموضوع ده. أنا بس حابة أفكركم في الفيديو ده إن الدكتور أحمد الدجوي للأسف رحل عن عالمنا النهاردة، ووجد مقتولا في بيته في إحدى الكومباوند في 6 أكتوبر. وبعض المواقع الإخبارية بتقول إنه أنهى حياته، وبعض المواقع الإخبارية بتقول إنه اتقتل. أتمنى من جوه قلبي إن ما يكونش العيلة أو أحد أفراد العيلة ليهم أي دخل بموضوع مقتله أو موته بالشكل ده. أتمنى. لو انتوا فاكرين أنا كنت قلت لكم يعني مين هي دكتورة نوال الدجوي. دكتورة نوال الدجوي هي بنت عثمان بك الدجوي، وهو كان وكيل أول وزارة المعارف. أوكي، دكتورة نوال هي بنت الأستاذ عثمان الدجوي وكيل وزارة المعارف. اتجوزت ابن عمها وجيه محمد وجيه الدجوي اللي هو ابن رياض الدجوي، ده ابن عمها، وخلفوا منى ومحمد شريف. منى خلفت 2، منى الدجوي خلفت 2، انجي محمد منصور ومهيتاب محمد منصور. الدكتور محمد شريف خلف 3، احمد عمرو محمد. احمد ده اللي النهارده اتقتل، اللي النهارده وجد ميتا في بيته، والله اعلم هو اتقتل ولا انهى حياته، الله اعلم. هو ده اللي توفى النهارده او رحل النهارده. طيب للاسف محمد وجيه الدجوي رحل عن الدنيا، رحل عن عالمنا في 2017. ابن الدكتورة نوال رحل في 2015، توفى في 2015. دكتورة منى توفت من 2 شهر فقط، وده اللي أشعل الأزمة بين الأحفاد الإناث والأحفاد الذكور، عشان الذكور كانوا عايزين يدخلوا في ميراث الدكتورة منى الدجوي اللي هي عمتهم. طبعا أنا قلت قبل كده إن المحامي بتاع الدكتور أحمد الدجوي قال بنفسه على قناة العربية إن الأحفاد الذكور أخدوا حقهم الشرعي والقانوني في ثروة الجد اللواء محمد وجيه الدجوي، وفي ثروة أبوهم الدكتور محمد شريف الدجوي، لأن الأب أبو الأحفاد الذكور مات في 2015 والجد مات في 2017. فالمحامي قال إن الأحفاد الذكور أخدوا كل حقهم الشرعي والقانوني في ثروة الأب وثروة الجد، بس المشكلة تطورت من 2 شهر. طبعا من 3 سنين حدث خلاف بين الحفيدات الإناث إنجي ومهيتاب والأحفاد الذكور على جامعة
الجامعة ومجموعة المدارس والممتلكات والفلوس لأنها بالمليارات. فحصل بينهم خلاف من 3 سنين، وصل للقضاء 21 قضية، منهم قضية حجر على ماما نوال اللي هي الدكتورة نوال. والموضوع تطور من شهرين بعد موت الدكتورة منى الدجوي، لأن الأحفاد الذكور كانوا عايزين يورثوا فيها، لأن هي ما عندهاش ذكور، هي عندها بنات. فأنا هفكركم، دكتورة نوال مواليد 37 وهي رائدة أعمال، أول واحدة تأسس مجموعة مدارس خاصة للغات في مصر سنة 1958. هي اللي أسست مدارس بيبي هوم ودار التربية ودار الطفل، مجموعة مدارس بيبي هوم ومجموعة مدارس دار التربية ودار الطفل. وأسست أول جامعة خاصة في مصر، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. وحدثت للأسف بعد كده يعني موت الأبناء 2015، وموت الزوج 2017، وموت الدكتورة منى من شهرين فقط. في 21 قضية مرفوعة بين الأحفاد عشان الميراث والممتلكات والسيطرة على الجامعة ومجموعة المدارس، منهم قضية حجر على الدكتورة نوال. الدكتورة نوال أنا شفت لها لقاء على قناة النهار مع مفيدة شيحة وسهير جودة، اللقاء ده كان من 8 شهور فقط. الدكتورة نوال الدجوي بنفسها 90 سنة كانت طالعة في اللقاء بتتكلم عن باباها، وإن هو اللي شجعها على التفكير والعلم والثقافة والمعرفة. وكانت بتتكلم عن جوزها وجيه بمنتهى الحب، إن هو ساعدها ودعمها. وكانت بتحكي يعني لمفيدة والسهير، وكانت وهي بتتكلم في منتهى اليقظة والحضور والانتباه والحكمة والجمال والشياكة. طبعا أحفادها ادعوا إن عندها الزهايمر وضمور في المخ وحاجات كده. بس التطور الرهيب النهاردة، التطور المفاجئ النهاردة اللي قلب الدنيا، لأن كل الأخبار طالعة مقتل الدكتور أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، اللي هو الحفيد ده. والحفيد ده هو اللي دكتورة نوال اتهمته بالسرقة بيتها من أسبوع، السرقة اللي هي تم تسميتها في اليوتيوب بسرقة القرن أو سرقة مغارة علي بابا، لأن السرقة كانت تقريبا يعني 3 مليون دولار، 50 مليون جنيه، 350 ألف استرليني، و15 كيلو ذهب. فتطور مؤسف ومحزن ان الدكتور احمد الدجوي وجد يعني مقتول او انهى حياته، لان في ناس على القنوات الاخباريه طالعه بتقول لا ده انهى حياته، هو اللي انهى حياته. في قنوات طالعه بتقول لا ده وجد مقتولا. ف اكيد الشرطه هي اللي هتحل اللغز ده. واتمنى من جوه قلبي ان بقيه افراد الاسره ما يكونش ليهم اي يد في موضوع رحيل الدكتور احمد الدجوي. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. بحبكم يا اصحابي.